هذا السؤال ما جانيش غير هكا. كنت لاحظت واحد الحاجه اللي مجموعه من الناس كيشوفوا الناس اللي مهاجرين سواء في كندا ولا في اي مدينه اخرى او اي بلاد اخرى، سواء في كندا ولا اي بلاد اخرى، كيشوفوا ربما الطبيعه، كيشوفوا الطوموبيل، كيشوفوا الدار، كيشوفوا الحاله الماديه، كيقولوا كلشي كان سهل، طريق زوينه وسهله. ولكن انا كنتاكد فعلا بلي الناس كيشوفوا غير النتيجه، الناس ما كيشوفوش الطريق كيفاش كانت دايره. والطريق صراحه كان فيها خطا، كان فيها تعب، كانت فيها لحظات كنقول فيها واش القرار اللي خديت صحيح ولا لا. ولهذا قررت نكمل هذه القناه هذه، ماشي باش نعاود لكم على كندا فقط، ولكن باش نوريكم الطريق اللي انا مشيت فيه، جميع النجاحات ديالو، جميع الاخطاء ديالو، لانني متاكد وتنامن بواحد الحاجه، الا نقصت عليك خطا واحد ولا جوج ديال الاخطاء غنكون نقصت عليك اسابيع، شهور، ربما سنوات من المشاكل والاخطاء. الا كنتي باغي تعرف الحقيقه تبع الفيديو هذا حتى للآخر، ما تنقل والو، غادي تسمع شي حوايج مهمين. غينوض شي واحد وغيقول هاك السياسيين هذا شاد الحيوه ديالو بارك كيتمتع مع راسو وتيتفلسف علينا. لا ابدا، حاشا باش نتفل عليكم ولا نتفلسف عليكم. انا اصلا ما عمرني كنت كنظن غادي نكون يوتيوبر ولا كنبني احلامي على اني نكون يوتيوبر. هذه القناه اصلا كانت قناه ديال علوم الحياه والارض، ملي كنت استاذ في المغرب وكنت كندير فيها الدروس ديال علوم الحياه والارض، وكان كيعجبني ملي كنت كنشرح الدروس للتلاميذ، وكان كيعجبني الحال ملي كنشوف شي تلميذ توفق بسبب داكشي اللي شرحت انا في هذه القناه هذه. ولكن الحياه كتبدل الانسان، وربما كتبدل حتى الرساله ديالو. انا اليوم ما بقيتش استاذ ديال علوم الحياه والارض، انا اليوم انسان مهاجر بحال الالاف ديال الناس المهاجرين. انا اب، انا زوج، انا ممرض هنا في كندا، وانسان عاش تجربه الهجره بجميع تفاصيلها الحلوه والمره. ومن هنا طرحت على راسي سؤال اخر، قلت مادام هاد التجربه هذه دوزت فيها بزاف وتعلمت منها بزاف، علاش نخليها حصريه عندي وما يستافدوش منها ناس اخرين؟ علاش ما نشاركهاش مع الناس؟ علاش نخليها عندي؟ علاش ما نعطيهاش للناس باش ما يضيعوش الوقت اللي ضيعت انا، وبطبيعه الحال ما يطيحوش في الاخطاء اللي طحت فيهم انا؟ ومن هنا تولدات هذه الفكره ان هذه القناه غادا تولي قناه ديال كندا، ماشي فقط للناس اللي كاينين في كندا، ولكن ايضا للناس اللي خارجين كندا وباغيين يهاجروا لكندا. هذه القناه غادا تكون لاي واحد محتاج معلومه، محتاج يدير واحد الاجراء، ولا محتاج غير كلمه طمنوا باللي راه هو ماشي بوحدو. ولكن خاصني نوضح لكم واحد الحاجه مهمه. ما يمكنش نقول لكم انا كندا جنه، وما يمكنش نقول لكم كندا ما بقى فيها ما يدار، وهذه المساله غادي نهضروا عليها مزيان في فيديوهات اخرين. كندا الحقيقه ماشي هي نفسها بالنسبه لكل واحد. ممكن نعطي لكندا انا 8/10، ممكن واحد الانسان اخر يعطيها 10/10، ممكن انسان اخر يعطيها 4/10. المساله كتختلف على حساب الظروف ديال الانسان، على حساب التجربه ديالو، على حساب المهنه ديالو هنا. كيف كان قال لي واحد صديق ديالي هنا في كندا، احسن حاجه درتها هنا في كندا هو انني جيت خدمت في المهنه ديالي. وسمعت ناس اخرين تيقولوا اسوأ حاجه درتها هو انني جيت لكندا وخدمت في المهنه ديالي. يعني ماشي بحال كل واحد والتجربه ديالو، كل واحد وشنو طرا ليه. ومن هنا انا بغيت نقول لكم باللي انا ما جيتش باش نفرض الراي ديالي على عليكم، اولا باش نقول غير الراي ديالي الخاص، ولكن انا بغيت صراحه نشارك معكم التجربه ديالي، ونشارك معكم حتى التجارب ديال الناس. وغادي تلاحظوا واحد الحاجه مختلفه في هذه القناه. هذه القناه ما غتسمعوش غير ياسين اللي كيهضر، غتسمعوا ان شاء الله حتى مهاجرين اخرين حتى هما كيتكلموا، وغادي تعيشوا تجارب اخرى من غير التجربه ديالي انا. اي فيديو ولا اي موضوع تكلمنا فيه غادي نحاولوا ناخذوا الاراء ديال الناس الاخرين باش تشوفوا التجارب
ديال الناس اخرين في هذا المجال هذا. غادي تسمعوا مهاجرين، غادي تسمعوا طلبه، غادي تسمعوا عائلات، غادي تسمعوا قصص ديال الناس نجحوا، قصص ديال الناس تعثروا. حيت كنآمن بواحد الحاجه، الحقيقه ما تتبانش الا سمعناها من تجارب مختلفه، ماشي من تجربه واحده. الهدف ديال هذه القناه بسيط جدا، بغيت نساعدكم باش تجنبوا الاخطاء، باش تربحوا الوقت، باش تبنيوا مشروع الهجره ديالكم على معلومات صحيحه 100%. بصراحه انا دفعت الثمن ديال بعض الاخطاء بالوقت وبالمجهود وبعض الاحيان حتى بالقلق، ولكن انا كيبان لي الا عاونت شي واحد فيكم باش يتجنب بعض الاخطاء فغتكون القناه حققت الهدف ديالها. يمكن شي واحد يقول ايوا السي ياسين فهمنا شكون انت وشنو بغيتي، ولكن شنو غنستافد انا من هذه القناه؟ غادي نقول ليه باللي انا ما غادي نواعدك باش غادي نقول لك راك غتهاجر كون هاني كما تيديروا مجموعه من اليوتيوبرز، اولا غنواعدك باللي غادي تنجح اولا غادي تلقى خدمه هنا في كندا، لان هاد الوعود الا وعدتك ما غاديش تكون حقيقيه. ولكن غنواعدك واحد الوعد، غنواعدك بانك الا تبعتي هذه القناه غادي تجنب بزاف ديال الاخطاء، وغادي نوريك بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليوك تكسب بزاف ديال الوقت، وتما غادي تكون الاستفاده الحقيقيه من هذه القناه. غادي تختصر سنوات من التجربه في دقائق، غادي تستافد من الاخطاء ديالي والاخطاء ديال الناس اخرين قبل ما تعيشهم بنفسك. ويمكن يكون هذا احسن ربح من هذه القناه هذه. في هذه القناه هذه غادي نهضروا على جميع مراحل الهجره الى كندا، قبل ما تقدم للهجره ومن بعد ما تقدم للهجره، قبل ما تسافر ومن بعد ما تسافر، ومني توصل هنايا النهار الاول والاسبوع الاول والشهر الاول. غنهضروا على الاجراءات كامله، العمل، الدراسه ديال الاولاد، الا كنتي غتجي هنا في رحله عائليه الاجراءات اللي غادي دير. غنهضروا على الدراسه، نهضروا على الضرائب، نهضروا على شراء سياره، نهضروا على شراء منزل، نهضروا على لي زاكتيفيتي اللي تقدر دير هنايا، نهضروا على تربيه الاولاد، نهضروا على الحياه اليوميه في كندا، نهضروا على الطبيعه ديال كندا، نهضروا على اختلاف ما بين كندا وما بين الموطن الاصلي، لان كنظن هذه القناه ما غيتبعوهاش غير المغاربه، غيتبعوها بزاف ديال الناس، يعني اختلاف ما بين كندا وما بين الوطن. ولكن انا خصوصا غادي نهضر على مقاطعه نيو برونزويك. هذه المقاطعه هذه بطبيعه الحال بالاضافه لبزاف ديال المقاطعات كمقاطعه كيبيك، مقاطعه فرانس ادوارد، مقاطعه مثلا بريتيش كولومبيا. كندا فيها بزاف ديال المقاطعات، انا كنعيش في مقاطعه نيو برونزويك وغنتكلم لكم على التجربه ديالي في المقاطعه ديال نيو برونزويك بطبيعه الحال، حيت هي التجربه اللي نقدر نبارطاجيها معكم بكل صدق وما يكونش فيها الاغلاط. ولكن بطبيعه الحال هذه القناه ماشي على نيو برونزويك بوحدها، ولكن هذه القناه هذه غتكون على كندا كامله، وغادي نجيب لكم تجارب ديال ناس اخرين في مقاطعات اخرين في كندا. بطبيعه الحال احتاجيتوا تسولوا على اي حاجه في مقاطعه اخرى غتخليوها لي في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم. واكثر حاجه متحمس ليها هي انني غادي نمشي عند ناس اخرين ونسولهم وناخذ من عندهم التجارب ديالهم باش نتوما تستافدوا منهم. غادي نسولهم كيفاش كانت البدايه ديالهم، شنو اصعب موقف تعرضوا ليه، واش ندموا حيت جاوا لكندا، وإلا رجع بهم الزمن للوراء واش غادي تاخذوا نفس القرار. حيت انا كنآمن بواحد الحاجه، ان كل مهاجر عنده واحد القصه تستحق اننا نصنتوا لها، وممكن القصه اللي غتسمع هنا في هذه القناه تكون هي السبب في اتخاذ القرار الصحيح بالنسبه لك انت. الهدف ديالي من هذه القناه ماشي هو نقنع الناس باش يهاجروا، الهدف ديالي في هذه القناه هو الناس ياخذوا القرار الصحيح، يعني تاخذ القرار الصحيح ديالك واش تهاجر ولا ما تهاجرش. الهدف ديالي هو تسمع تجارب ديال الناس، تسمع اخطاء اللي طاحوا فيهم الناس، تسمع الحكايات ديالي انا وديال الناس اخرين، وتعرف واش فعلا بغيتي تجي ولا ما بغيتيش. وبطبيعه الحال داكشي بناء على معلومات صحيحه وتجارب حقيقيه. ما بغيتش نطول عليكم بزاف. في الحلقه الجايه غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي كيسولوا عليه الناس كاملين، اللي هي واش كندا 2026 مازال كتستحق. ما غاديش نعطيكم الراي ديالي بوحدي، غادي نعطيكم الراي ديالي وغنعطيكم الراي ديال الناس اخرين، ونشوفوا تجارب ديال الناس اخرين باش نتوما تاخذوا القرار المناسب، وتاخذوه بناء على التجربه ديال مجموعه من الناس، سواء كانت كندا
ولا اي مشروع اخر. طبعا الحال الناس كيشوفوا غير النتيجه، ما تيشوفوش المراحل والحقيقه اللي دوزتي، سواء كانت مره او حلوه، باش توصل لهذيك النتيجه. حنا في هذه القناه هذه ما جيناش باش نبيعوا الاحلام لشي حد، ولكن جينا باش نوضحوا الحقيقه. الاستفاده غتكون عامه لجميع الناس، المغاربه او غير المغاربه اللي في المغرب واللي خارج المغرب وبغاو يجيو لكندا. بغينا هاد الفيديوهات يوصلوا لاكثر عدد ديال المشاهدات، بغينا بطبيعه الحال لي زابوني يكثروا. قد ما كبرات القناه قد ما تشجعنا باش نعطيوكم معلومات اكثر وتستافدوا اكثر من هذه القناه. بطبيعه الحال غنهضروا على كل شيء، نحاولوا ما نخليو حتى شي حاجه. واي واحد عنده شي سؤال ممكن يطرحوا في لي كومونتير وغادي نجاوبوا عليه. الاستفاده غتكون ماشي معنويه هنا، الاستفاده غتكون ماديه. وانا كنقصد بالاستفاده الماديه يعني اي واحد محتاج اجراءات معينه غنقدروا نعاونوه باش يدير هذه الاجراءات هذه. فما تبخلوش علينا بالاسئله ديالكم وما تبخلوش علينا بالمشاهدات ديالكم. والفيديو المقبل ان شاء الله راه غيكون فيديو شيق جدا. كندا واش كتستحق 2026 ولا لا؟ نشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.